السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن موقف القندوسي وغياب الكابتن سيد عبد الحفيظ عن حفل تكريم الابطال. القندوسي، خلينا نتكلم بصراحه. القندوسي كان جاي الاهلي بطموحات وامال كبيره وما خدش فرصته، مع انه يمتلك قدرات ومهارات نوويه بجد مش كلام، وفي غمضه عين لقى الاهلي بيقول له انت طالع اعاره. طبعا هنا القندوسي عارف ان في مهاجم، كل طلبات قندوسي ان عايز ياخد الفلوس او الراتب اللي بياخدها في الاهلي ياخد نفس الفلوس في الاعاره. طبعا لو الاعاره في مصر صعب انه ياخد الرقم ده، لو عرض الكويت خلص اعتقد انه ممكن ياخد الفلوس بتاعه الاهلي. وللعلم قندوسي معهوش مشاكل مع الاهلي خالص، والولد بسيط جدا، وكل اللي اتعامل معاه شكر في اخلاقه وفي احترامه وفي قلبه الابيض، وبيقولوا ان هو شخص طيب جدا ومرح جدا. فكل اللي بيتقال في الاعلام ده مجرد تضليل. كابتن سيد عبد الحفيظ، في كلام كتير عن غياب كابتن سيد عبد الحفيظ عن حفل تكريم الابطال، وانه زعلان واخد موقف من كابتن محمود الخطيب. اولا كده الكابتن سيد عبد الحفيظ في ايطاليا ولسه تقريبا ما جاش، وده سبب عدم حضوره للحفله. والاهم من كده بقى ان الكابتن سيد عبد الحفيظ لو موجود في مصر هيكون اول الحاضرين. كلنا عارفين ان الكابتن سيد عبد الحفيظ اسطوره من اساطير النادي الاهلي، اسطوره كلاعب واسطوره كمدير كوره، والاهلي بيته وكل شيء بالنسبه له، واهلاويته ما تقلش عن اي حد في مجلس الاداره. انا من صغري بشجع النادي الاهلي، واكيد في مشاكل كتير بتحصل جوه مجلس الاداره، لكن عمرك ما هتسمع ولا هتشوف اي حاجه تخص مجلس الاداره او اي حاجه خارجه من النادي. كل اللي بتسمعه وبتشوفه دي شويه اجتهادات من ناس قاعده قدام كاميرات بتصور فيديوهات وعايزه تعمل ترند وبس. مش هتشوف اي حاجه غير مألوفه او مش طبيعيه خارجه من جوه النادي الاهلي او خارج نطاق قانون الاهلي ومبادئه. يعني مثال بسيط، الكابتن محمود الخطيب لما نجح في الانتخابات مهندس محمود طاهر راح له كل القايمه بتاعته معاه وراح حضنوه وباركوا له، هو وكل القايمه بتاعته. ودي حاجات مش بتحصل غير في الاهلي، في مشاكل في الاهلي لكن محدش بيعرف بيها حاجه. لكن لو اي حد بس سمع كلمه عن الاهلي تلاقي الكل في لحظه نصبوا الكاميرات وعده الشغل لتفشيل الاهلي، لاننا في زمن السوشيال ميديا اللي اي حد في اي وقت يطلع يهبد علينا وعلى الكل، والاغلبيه للاسف بتصدق. نرجو من جماهير النادي الاهلي ان تخلي كلام الكابتن محمود الخطيب حلقه في ودنها، ونعيد الكلام تاني. كابتن محمود الخطيب قال الاهلي محتاج الجماهير الفتره اللي جايه اكتر من اللي فات بكتير، وبس كده. اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل اشجع النادي الاهلي لاخر نفس فيا. سلام عليكم وجمعه مباركه عليكم.